السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوناش بقى اللايك والاشتراك بالقناة علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. انا النهارده باذن الله نزلت المنيا مخصوص، مركز العدوى للحاج العربي ابو الجبالي، قرية الشيخ مسعود، مركز العدوى المنيا. نزلت النهارده مخصوص للحاج ابو العربي الجبالي. ازيك يا عربي؟ عامل ايه يا حاج؟ حبيبي يا حاج، كل عام وانت بخير. الحاج عربي عنده كنز يا جماعه وسر لكل واحد عايز يبطل السجاير. ودلوقتي هنشوف الحاج عربي والجبالي هيعمل ايه يا جماعه. خليكم معايا، ايدك على اللايك ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد منا ربنا خلقه ان هو جواه عزيمة. العزيمة دي اللي خلى الواحد بيبطل اللبن اللي بيشربه من صدر امه وهو طفل. دي عزيمة برضك. امه بتفطمه عن اللبن ازاي؟ مثلا بحته صباره كده على صدرها بتاع مش عارف ايه عشان يقرف. اول حاجه بسيطه جدا اللي انت ممكن تبطل بيها السجاير، ماشي، عشان تقرف منها. ايه هي؟ تجيب مثلا، يعني انا جايب مثلا معايا اهو، عرفت؟ دبغ مارلبورو، دبغ مارلبورو اهو، مارلبورو سيجاره. السيجاره دي مارلبورو. انا كنت بشرب علبتين 3 كليوباترا في اليوم، والحمد لله جيت نويت ان انا ابطل السجاير. ده حاجه بسيطه جدا ان انا اعرف منها. رحت جايب ايه؟ جايب كمان سله اهو بتاع سجاير، ماشي، وجايب كمان مكنه اهي بتلف سجاير، يعني ده كأنها سجارة مارلبورو بالظبط اهي، عرفت؟ وفيها ورق بفرة وفيها دخان وفيها كل حاجة. أنا لما أشوف الدخان كده كتير وأقعد ألف كده أهو، أحط مثلا سيجارة زي كده أهو وورق بفرة زي كده، ماشي، وأنا مقريف عايز مثلا ألف سجارة، ببص الحاجات دي كده ببقى قرفان. يا انا لسه مقرف وهقعد الف سجاره ومش عارف ايه، ماشي، ده كله بقى قرف، عرفت؟ طيب خليني مثلا ايه الف السجاره اهي، ماشي، وسجاره ايه؟ سجاره احسن من السجاره، احسن من اي سجاره كمان، عشان الدبغ ده دبغ ايه؟ دبغ مارلبورو اهي. واروح عامل كده اهو، ماشي اهي، بص اهي تطلع لي سجارة من الناحية التانية اهي. سيجارة على الكيف، ماشي. والله مش عارف اقعد فيه. بحس ان انا بشرب في زبالة، والله مبروك، عرفت؟ والسجاير التانية لو جبتها ولعت منها سجارة بحس ان انا بشرب في زبالة. طب قول لنا يا عربي، التبغ ده انت جايبه منين؟ يعني جاي لك منين؟ التبغ ده جاي لي من بره، بقول لك مارلبورو اهو. من بره منين؟ اهو بص يا جماعه، من بره مارلبورو. منين جاي لك؟ من بره منين؟ يابا من بره مصر ولا من بره القاهره؟ من بره مصر ولا منين؟ يعني من اي دوله ولا من دوله مصر؟ من دولة مصر. تمام. بس ايه بقى؟ بتعرف بكده هتبطل السجاير. تمام. شكرا ليكم على النصيحة دي واعملوها، هتبص تلاقي نفسك بطلت السجاير. هو الغرض من الفيديو يا جماعة ان بدل ما انت تشتري علبة سجاير، تمام،
وتطلع وتشرب حاجة جاهزة وباستمرار وتحرق كتير. لو انت بتشرب علبتين 3، لا انت هو يقصد المقصد ان هو بيقول لك تجيب الكيس الفل مع التبغ، واللي هي بتاع المكنه الصغيره دي اللي بتلف السيجاره، تمام. بيقول لك مثلا يعني المقصد ان انت تشرب بدل ما تشرب علبتين في اليوم، قلل مثلا خليها علبه. بتشرب علبه خليها نص علبه مثلا. دقيقة واحدة هو بيقرف. انت حتى يعني هتقرف منها مع الوقت، هتلاقي نفسك بتزهق تمسكها. بالظبط كده. فهو المقصد من كده يا جماعه، وربنا يجعله في ميزان حسناته. واحنا اتشرفنا بيك يا حاج عربي. وانت راجل ذوق ومحترم جدا، واكيد الناس كلها برضه هتشكرك في الفيديو. الراجل ده يا جماعه راجل عزيز عندي جدا جدا، الحاج عربي ابو الجبالي. على فكره يا جماعه هو اسمه كده العربي الجبالي، علشان بس ما حدش يعلق على الاسم، تمام. الراجل ده من المنيا، مركز العدوى، قرية الشيخ مسعود، تمام. يا ريت بقى ما ننساش اللايك وتعليق حلو كده زيكم. وشكرا، تحياتي لكم جميعا. قول لهم كلمة عربي قبل ما اقفل. والله انتوا حبايبي واحبكم في الله، وعايزكم تبطلوا السجاير، ان السجاير مضرة على صحتكم. انتوا بتشربوا مرض. ماشي، انا هو بعد ما كنت بشرب 3-4، والله كنت بشرب سجاير فظيعة. دلوقتي ولا اي حاجة. دبغ مرمي عندي هو اديله سنة، عارف، ولا اي حاجة في دماغي. وان واحد اداني سجارة او قعدت او بتاع او مش عارف ايه، واحد صاحبي مثلا عزم عليا، ولا اي حاجة. مرضاش اخد سجارة. شكرا يا جماعة، اشكركم جميعا، وكل عام وانتم بخير اجمعين. قول لهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. رمضان كريم، وربنا يخليكم تبطلوا السجاير يا رب. يا رب يا رب. شكرا يا حاج عربي، وتشرفنا بمعرفتك والله. شكرا، تحياتي لك ولأهل المنيا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله جميعا. إن اسمي حسن مصطفى الجمال، تابعوني على قناة اليوتيوب اسمها حسن مصطفى الجمال. شكرا.